اللي قدامك دي يا صاحبي ملاعب السعوديه اللي كانت من 3 شهور بالظبط بتستضيف النادي الاهلي في بطوله جديده كان بينافس عليها، وهي بطوله كاس العالم للانديه، واللي النادي الاهلي ختم منافساته فيها ولله الحمد بتحقيق انجاز جديد ببرونزيه جديده تضاف لسجل بطولاته في البطوله الكبيره دي. الملاعب دي اللي هترجع تستضيف النادي الاهلي مره ثانيه بكره ان شاء الله يوم الجمعه في تمام الساعه 7:30، وهو بيسعى لانجاز جديد وللقب جديد من لقب بطوله كاس مصر قدام غريمه التقليدي نادي الزمالك. المباراه اللي ناس كتيره جدا من فتره طويله ادت افضليه فيها بالنسبه للنادي الاهلي بسبب ظروف الاستقرار اللي موجود فيها والمتغيرات الكتيره اللي بتحصل على نادي الزمالك، لكن ناس كتيره رجعت تساوي الكفتين مره ثانيه بسبب الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي المتلاحقه خلال اليومين اللي فاتوا من اصابات كتيره جدا، وسام ابو علي واتضاف ليها اصابات جديده كمان. لكن على الرغم من كده تفضل الماتش في ايد النادي الاهلي، وبعد توفيق ربنا ان شاء الله يتحقق الفوز، لكن بمجموعه من الشروط: دراسه المنافس بشكل كويس، والتشكيل المثالي اللي كولر يبدا بيه الماتش. حلقه امبارح اتكلمنا عن نقاط القوه لنادي الزمالك، ارجع شوف الحلقه كده وارجع لي مره ثانيه عشان هنتكلم عن نقاط الضعف وايه تشكيل النادي الاهلي الافضل بعد المتغيرات الكتيره جدا اللي حصلت خلال الساعات اللي فاتت. بدون مقدمات طويله، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. اعمل لايك، اعمل كومنت، ويلا بينا على طول بدون اي مقدمات طويله. لو جينا كملنا كلام عن نادي الزمالك ونقاط الضعف الخاصه بيه، عايز اقول لك ان في خطه الاربعه 2 3 1 نادي الزمالك عنده عيب كبير جدا اي حد بيتفرج على نادي الزمالك 10 15 دقيقه هيدركه على طول، وهو ان عنده ضعف كبير جدا بالنسبه للباكات بتاعته في التغطيه الدفاعيه، وخاصه احمد فتوح الظهير الايسر بتاع نادي الزمالك. ولو وزعنا المشكله على الباكين نقدر نقول ان فتوح عنده المشكله بنسبه 80%، وبالنسبه للظهير الايمن عنده المشكله دي بنسبه 20%، وده اللي بيخلي اي فريق بيلاعب نادي الزمالك، رغم ان الزمالك ما قابلش احتكاكات قويه مع جوزيه جوميز في ال3 ماتشات اللي فاتوا، لكن اي فريق عنده جناح يملك من السرعه والمهاره والانطلاق والرؤيه ان هو ينطلق في المساحات اللي زي دي كان قادر ان هو يعمل مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك. لعيبه من عيار مثلا عبد الرحمن مجدي مع احترامنا الكامل لامكانياته، لكن في لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي تفوقه في الامكانيات وتقدر تستغل النقطه دي بشكل كويس. النقطه دي دايما بتخلي الفريق المنافس بيقدر يوجد لنفسه مساحات، بينطلق على المرمى، بيحاول وبيسدد وبيصنع خطوره كبيره جدا. لكن لو جينا بقى اتكلمنا عن النقطه الثانيه، وهي نقطه عدم التنظيم الدفاعي الخاص بنص الملعب. دونجا من الاخر كده مزنوق لوحده في خط النص، وقدامه دايما بيكون عبد الله السعيد وواحد ثالث على حسب متغيرات الماتش بيستعين بيه جوزيه جوميز، وللاسف الاثنين دول بالنسبه لنادي الزمالك ما بيرجعوش يساندوا دونجا. بالعكس عبد الله السعيد اكتر لاعب من صفوف نادي الزمالك بتتقطع منه الكوره بشكل كبير جدا، وهو ده اللي بيخلي دايما في كثافه عدديه في خط نص الفريق المنافس للزمالك يقدر من خلالها يا اما يوزع كره ثاني من على الاطراف ويصنع خطوره، يا اما بتتاح له فرص كتيره جدا من التسديد في المنطقه دي تحديدا. ما هو خلي بالك دونجا مش هيقدر يغطي كل المساحات دي، وبالتالي اي كثافه عدديه بتتيح للمسددين من الفريق الخصم انه يستغل الفرصه دي وبشكل كويس، وهو ده اللي قدر منه فريق ابو سليم الليبي يسجل هدف، وكان نادي الاسماعيلي في مباراه الزمالك والاسماعيلي قادر ان هو يسجل منها اكتر من مره، لولا بس ان ما كانش عنده لعيبه تقدر تنهي الهجمه بشكل كويس. فاولا كده سمعني رايك في التعليقات، ايه افضل تشكيل شايف ان النادي الاهلي لازم يشتغل عليه بالنسبه لعيوب نادي الزمالك دي؟ وتعالوا بقى نتكلم عن المفاجاه الكبيره جدا سواء للمتغيرات او المفاجاه اللي جزء كبير من الاعلام بيتكلم عنها ان مارسيل كولر حضرها لجوزيه جوميز. اولا عندنا كانت اصابه مفاجاه حصلت امبارح باصابه احمد نبيل كوكا، اللاعب اللي بالتاكيد لو كان في فورمته هيكون اساسي لاحتياج وسط ملعب النادي الاهلي في المباراه دي، تحديدا انه يكون عنده عناصر كتيره شابه مجهودها وافر جدا عشان يقدر يكسب زيادات عدديه ومجهود بدني على لعيبه نادي الزمالك، لكن للاسف كوكا بنسبه كبيره جدا غايب. وبالتالي في خبر تاني كان مفاجاه، وهو عدم جاهزيه بيرسي تاو اللي غاب عن ماتش النادي الاهلي الاخير، ويبدو كده انه لو هياخد في مباراه نادي الزمالك هيستعين بيه مارسيل كولر لجزء من الوقت فقط. عشان كده تعالوا نتكلم اولا عن التشكيل الافضل للنادي الاهلي بدون اي مفاجآت، وبعد كده نشوف ايه موضوع كهربا اللي ممكن يلعب جناح او ممكن يلعب مهاجم تاني جنب انطوني موديست. التشكيل الافضل من وجهه نظري هيكون مصطفى شوبير في حراسه المرمى، عندك 2 قلب دفاع محمد عبد المنعم وجنبيه رامي ربيعه، طبعا على الطرف الشمال علي معلول هيبدا اساسي، لكن خليني اسبق لك لخط النص الاول عشان اوضح لك مين اللي هيلعب باك يمين. طبعا راس المثلث المقلوب هيكون موجود مروان عطيه، محور ارتكاز رقم 8 امام عاشور هيكون موجود على الطرف الشمال، اما بقى على الطرف اليمين احنا ما عندناش اي اختيارات، لازم هيكون موجود السوليه لتعويض غياب كوكا. وهنا اقدر اقول لك ان طالما غاب كوكا لازم اللي يكون الباك اللي موجود على الطرف اليمين اكرم توفيق، وما فيهاش نقاش، لان السوليه في الماتشات اللي فاتت لما نزل يلعب في المركز ده كان عندنا مشكله كبيره جدا وكثافه عدديه بتحصل على محمد هاني، وكلنا عارفين ان اكرم توفيق اعلى من محمد هاني في الجوانب الدفاعيه، وبالتالي مع وجود
السوليه لازم يكون في مساند دفاعي قوي، وثانيا والنقطه الاهم لوجود اكرم توفيق لازم تحرر علي معلول عشان يعمل ضغط على الجبهه اليمين بالنسبه لنادي الزمالك، عشان تكون فاتح جبهه هجوميه للنادي الاهلي، وكمان معلول اللي بيلعب كوينج باك يقدر يضغط من الناحيه بتاعته وتعمل ربكه لنادي الزمالك. وده عشان يحصل لازم طبعا يكون اكرم توفيق راجع عشان يقوم بدور المدافع الثالث. بالنسبه بقى لنقطه الثلاثي الهجومي، هنفترض ان خلاص مارسيل كولر بيدور على الاصلح بعيد عن الخلافات الشخصيه. كهربا هيكون موجود كراس حربه، على الطرف الشمال حسين الشحات اللاعب الجناح اللي بيقدر يكسر ويدي افضليه لمعلول ينطلق في المساحات وهو يخترق لقلب منطقه الجزاء. اما بقى على الطرف اليمين في ظل غياب بيرسي تاو الافضل هو وجود رضا سليم اللي كان مالك في النقطه دي ايام وجوده في نادي الجيش الملكي المغربي في الدوري المغربي من كام شهر بالظبط. ان كان ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي بدون مفاجآت، تعالوا بقى نتكلم عن المفاجآت وازاي ممكن مارسيل كولر يفكر فيها تحديدا، وخاصه بالنسبه للثلاثي الهجومي. كهربا ممكن مارسيل كولر يفاجئنا بشكل كبير بكره ان كهربا يبدا في مركزه الاساسي اللي بقاله سنين ما لعبش فيه، وهو مركز الوينج اللي بيلعب على الطرف الشمال كوينج مهاجم يقدر يخترق داخل منطقه الجزاء، يزيد كلاعب او مهاجم تاني جنب انطوني موديست اللي هيلعب كاساسي مع زيادات علي معلول من على الطرف ده. وعلى الطرف اليمين يرجع برده حسين الشحات لمركزه الاساسي اللي بقاله برده شهور طويله جدا ما شاركش فيه مع مارسيل كولر، وهو مركز الوينج المهاجم على الطرف اليمين، عشان يبقى عندك اثنين اجنحه ديناميكيين متحركين بشكل كبير جدا، وانطوني موديست مهاجم متمركز ضاغط على قلبين الدفاع. ان كان ده شكل من اشكال التشكيل لو الاثنين لعبوا، تعال اخدك بقى للاحتمال الاخير واللي لو مارسيل كولر لعب بيه حرفيا هو هيكون مفاجاه كبيره جدا، مش بس لجوزيه جوميز لا لينا احنا كمان كاهلاويه. خلي بالك مش اول مره مارسيل كولر يلعب بخطه 4-4-2، ولو قرر ان هو يلعب بموديست وجرب يلعب بجنبيه محمود عبد المنعم كهربا في الثنائيه تحدث لاول مره، هو على فكره حاول يجربها كتير وخاصه في المباريات الافريقيه، وكان دايما بيتزنق في ان امام هو اللي بيلعب جنب موديست، وده كان بيخسرنا امام على المستوى البدني بشكل سريع جدا حتى مع منتصف الشوط الثاني. وارد جدا مارسيل كولر يبدا بخطه 4-4-2 بوجود ثنائي محور الارتكاز بس مروان عطيه وامام عاشور، وهيكون ثنائي مقدمه في الهجوم انطوني موديست وجنبيه محمود عبد المنعم كهربا. ونيجي هنا للاجنحه، مهم جدا الشحات ان هو يكون برده موجود على الطرف الشمال كجناح متاخر شويه، وهيكون عنده ادوار مهمه جدا ان هو يدخل لقلب الملعب يسبورت الاثنين المهاجمين عشان نحافظ على امام عاشور جنب مروان عطيه. وبرده على الطرف اليمين اتوقع ان رضا سليم يبدا، خاصه انه يكون عنده مساحات كبيره جدا وسرعه وقوه رضا سليم يقدروا يستغلوا المساحات دي بشكل كويس جدا ويربكوا فتوح ويجبروه على التراجع. كمان الحقيقه ان الاختيارات كتيره جدا، وفي نفس الوقت الاصابات اللي عماله بتضرب في النادي الاهلي مأثره على القوام الاساسي للتشكيل بشكل مربك لمارسيل كولر قبل ما يكون مربك للخصوم. ان كانت دي الثلاث اشكال اللي ممكن يبدا بيها النادي الاهلي بكره المباراه، مستني رايك في التعليقات تختار التشكيل رقم 1 ولا 2 ولا 3 وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. قول لي توقعاتك لنتيجه الماتش تحت ان شاء الله، ونشوفكم على خير بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.